السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ الشاورما دي شاورما مصرية بطريقة سهلة وبسيطة جدا. تعالوا اقول لكم انا عملتها ازاي. انا جبت اللحمة بتاعتي الكمية اللي انا عايزاها، قطعتها شرايح رفيعة جدا. معايا ربع كوباية من الخل، معايا 7 بهارات: بابريكا، توم، وبصل بودرة، قرفة وكزبرة وفلفل اسمر والملح بتاعي. هبدأ ان انا انزل بيهم على اللحمة، وهنزل بربع كوباية من الخل، وهبدأ ان انا اقلبهم كويس جدا مع بعض. هفضل يعني انا اخلط التوابل بتاعتي مع اللحمة كويس جدا عشان تشرب البهارات بتاعتها. وهبدأ ان انا اسيبها ساعة في التلاجة او ساعتين. كل ما هتسيبيها كل ما هتشرب البهارات بتاعتها تبقى احلى واحلى. هبدأ ان انا اجيب الطاسة بتاعتي او الصينية، وهحط فيها معلقتين من السمنة، وهنزل باللحمة بتاعتي، وان انا افردها كده في قلب المقلة، وهسيبها ان هي تتشوح وتاخد لون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي هتنزل المية بتاعتها، سيبوها، انا عايزاها تنزل المية بتاعتها خالص. هقلبها تقليبه وهتنزل المية بتاعتها وهتشربها. يعني ما توطيش عليها، لا سيبيها لحد ما هتشرب المية بتاعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبدأ ان انا اسيبها برضو ان هي تتحمر، يعني انا هقلبها كده تقليبه واسيبها ان هي تتحمر. انا عايزاها تتحمر معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا متلسوعه ازاي ومتحمره معايا كده. بقى هبدأ ان انا اجيب الخضار بتاعي، البصل والفلفل والطماطم، وهبدأ ان انا اقلبهم تقليبه. وهدبل الشاورما بتاعتي تتبيله، بس يعني انا مش عايزاهم اللي هم يتبلوا خالص، عايزه الخضار بتاعي يفضل مصحصح كده. قدمتها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله، ريحتها جميله جدا وتحفه. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.